انا كده فوق طلع شوفي الوزة. بس انا افتح الباب مش عارفه. ايوه كده بنقعد السنة كلها نأكل الوز عشان ايه؟ ناخد خيره كده. فهي تقريبا كانت نجرة النهارده. صحيكم الكاميرا. كانت نجرهم النهارده وجيت النطرة نطرت، قلت يا اطلع اشوفهم عشان ايه ما يبردوش. ده الدكر مش عارفه شايفينه ولا لا، الكاميرا مالها خير خير خير. بس ده الدكر خليته ايه لوحديه عشان بيقطمهم. يا خراشي صرت داينا في البرد. استنوا شوفوا كده في حاجات طلعت من البيت بتاعها ولا لسه؟ ايه طب عدي وريني كده. لا مش عارفه اطلعها. عدي كده عدي مش عارفه اتلفاه. من الناحيه دي في حاجه صارت بتسقط تحت، عضتها وعره. بصوا هو فيهم ناجر بس لسه تقريبا هيقعدوا للصبح. لسه ايه تقريبا لسه هيقعدوا للصبح. شوفوا طلع صوت. هي بقت عليهم عشان تدفيهم. انا قلت ما اطلع كده بص اشوف ايه ده اخبار الدنيا ايه فيها ايه يعني. دول يقعدوا للصبح. لا انت عامل حاجه تطلع بره. يلا كده يلا بره. اكلك عندك وشربك عندك ما اسمعش صوتك. بس دفيهم لغايه الصبح. كده احنا الصبح سامعين الصوت يا حلوين. الصوت طالعين من تحت جناح. طبعا ايه ربنا يستر وما تحدش. عارفه اطلع مش عارفه. بس ماسكه من طلعتهم كده. لا 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 طلعها بره الباب. يا حلوين بسم الله. هما طالعين من بدري عشان ناشفين وعرضانين ودافيين تحتيه. مطلعاهم كلهم الحمد لله. دي رزق وجالي انا وعيالي. ده الجيش هرميه وده الفرش هلمه عشان ما ترجعش ايه ترجد تاني. تعالوا نشوفهم في النهار. يا عسل يا عسل يا عسل. بصوا ده موسم الوز. انا واكل السنه كلها عشان اخد منه الوش ده. الحمد لله ده رزق وجالي ربنا يبارك فيهم. راح ادخلها عاد هي والدكر هنا ياكلوا وتاكل وتشرب عشان ترجع تبيض تاني. عشان ايه واشيل الفرش ده عشان ما ترجعش تنام عليه تاني يعني تنساهم. انا هربيهم لوحده عشان ترجع تبيض وتتركه. اخد الفرش اطلعه بره واخد الوزات الصغيرين دول انور لهم لنده صفرا وايه عشان يتدفوا عشان لو فضلوا وراها هنا سجع. مع ان انا عايزه اربيهم وراها والله. ممكن اجرب كده اشوف خليها تربيهم كده وتلمهم واتنين بيهم
ممكن. طب تعالى ننزلهم كده في الارض ونشوفها ممكن ايه تعيش بيهم ولا لا. بس هو الجو ساقع هنا، ما اظنش ان هما ينفعوا هنا عشان انا ما ربطوش قبل كده وهو صغير على السطح. لا ما اظنش ان هما ممكن يعيشوا هنا عشان الجو برد. الجو ساقع عليهم، عايزين فرش تحتيهم وعايزين لمبة تدفيهم. امهم مش هتعرف تدفيهم، لا صعب عليهم هنا، هما بيتنفضوا عشان البرد. هاخدهم تحت هشيل الفرش واركم عندي. بصوا دخلت هنا الذكر وانت ايه عمال تدور على عيالها، عماله تدور عليهم وكانت بتحضر فيا. هي سامعه صوتهم من هنا بس مش عارفه مكانهم فين، بس انا هاخدهم ايه معايا تحت. بس عايزه تيجي ورا.